أنهوا عادك بسبب عدم تحقيق التارجت؟ هو ده نظامي ولا يعد حالة من حالات الفصل التعسفي؟ رحت لهم الدوام تراجعهم، قالوا لك والله اقرأ العقد كويس، وفق البند الفلاني في العقد انت ملزم بتحقيق تارجت معين وانت متفق على ذلك وموقع على ذلك، وبالتالي حيث اللي انت ما حققتش التارجت في خلال الفترة كذا، فهذا العقد يعتبر عقد منتهي باتفاق الطرفين. وجيت تسأل هل الكلام ده صحيح؟ هل تصرفهم تصرف نظامي؟ هقول لك تعال نشوف، هل تم إنذارك؟ هل تم التحقيق معك؟ ولا انت صحيت من النوم الصبح لقيت الشركة او المؤسسة انهت وقالت وادعت ان انت لم تحقق التارجت؟ هنا اذا لم تلتزم الشركة او المؤسسة بالانذار والتحقيق في اخلالك بهذا الشرط، فاحنا في الحالة دي بنكون امام حالة من حالات الفصل التعسفي اللي بيترتب عليها استحقاقك لكافة الحقوق اللي هي مرتبطة بالفصل التعسفي. هنا في الحالة دي بتراجع شرط الفسخ وكمان كافة مستحقاتك في الحالة دي انت بتستحقها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.